إحنا عندنا في الدم نوع من خلايا الدم اسمها خلايا الدم الحمراء red blood cells. بتتميز عن باقي أنواع الخلايا إن هي ما فيهاش نيوكلاس، وكمان هي عندها بتعيش وقت معين 120 يوم فقط. وكمان هي وظيفتها إن هي بتنقل الأكسجين للأعضاء والأنسجة في كافة أنحاء الجسم. وكمان هي بتحتاج لهرمون اللي اسمه إريثروبايتين لتكوينها، والهرمون ده بيتم إفرازه من الكلى. وأنا علشان أكشف عن عدد الخلايا دي في الدم وأشوف خصائصها وشكلها وحجمها، بشوف تحليل اسمه CBC أو Complete Blood Count، وده موضوع حلقة النهاردة. أهلا بكم في قناة تحليلك كان إيه. لو أنت مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب. تاني حاجة بنتكلم عنها في تحليل السي بي سي اسمها ريد بلاد سيل كاونت، لأن احنا اتكلمنا في بارت 1 عن الوايت بلاد سيل كاونت. ريد بلاد سيل كاونت معناها هي عدد خلايا الدم الحمراء في كمية محددة من الدم. الكمية دي تحديدا مايكرو لتر اوف بلاد. الكمية دي اللي بتدخل جهاز اللي احنا بنقيس عليه تحليل السي بي سي، وبيتم عد فيها عدد خلايا الدم الحمراء، وعلى أساسه بتظهر الريد بلاد سيل كاونت في وحدة قياس سيلز بير مايكرو لتر. يعني احنا هنشوف عدد الخلايا لكل مايكرو لتر من الدم. المستوى الطبيعي للريد بلاد سيل كاونت عند الميل بيكون من 4.6 ل6 مليون سيلز بير مايكرو لتر. أما المستوى الطبيعي لها في الفيميل بيبدأ من 4 لحد 5.4 مليون سيلز بير مايكرو لتر. لو القيمة طلعت أعلى من الطبيعي بنقول مصطلح طبي اسمه إريثروسايتوزيس، وبتتشاف في حالات مرضية زي البوليسيميا، وكمان بتتشاف في حالة الديهايدريشن إن الشخص يكون بيعاني من جفاف، وكمان بتتشاف في حالات زي الرينال تيومر باعتبار إن الأمراض أو الأورام اللي بتحصل في الكلى بيكون فيها بعض الأورام اللي بتطلع كميات من هرمون الإريثروبايتين بكميات كبيرة، فبالتالي ريد بلاد سيل هي كمان إنتاجها بيكون عالي. أما القيمة لو طلعت أقل من الطبيعي بنقول مصطلح طبي اسمه إريثروسايتوبينيا، وده بيتشاف في حالة إن يكون الشخص بيعاني من أنيميا، وبرضه بيتشاف في حالة إن يكون الشخص بيعاني من بون مارو فيلير باعتبار إن البون مارو مكان إنشاء أو مكان إنتاج الريد بلاد سيل، وبرضه بيتشاف في حالة الهيموريدج باعتبار إن النزيف بيخلي الجسم يفقد ريد بلاد سيل، وبرضه بيتشاف في حالة إن الشخص يكون عنده نقص في هرمون الإريثروبويتين باعتبار إن في مشاكل في عضو الكلى. تالت حاجة في السي بي سي وهو الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بروتين موجود داخل خلايا الدم الحمراء، هو مش بيكون لوحده في الدم، هو بيكون داخل الخلايا نفسها، وهو اللي بيشيل الأكسجين في ريد بلاد سيل. لأن الهيموجلوبين مكون من بروتين اسمه الهيم بروتين ده هو اللي بيدي للريد بلاد سيل اللون الأحمر، وبتظهر في وحدة قياس جرام بير ديسي لتر. وبنخلي بالنا من وحدات القياس لأن هي بتختلف من معمل عن المعمل التاني. المستوى الطبيعي لمستوى الهيموجلوبين عند الميل من 13 ل 17 جرام بر ديسي لتر، أما المستوى الطبيعي له عند الفيميل من 12 ل 16 جرام بر ديسي لتر. القيمة لو طلعت أعلى من الطبيعي بيتشاف في حالات البوليسيميا، وبيتشاف في حالات الديهايدريشن. أما القيمة لو كانت أقل من الطبيعي فطبعا بيتشاف في حالات الأنيميا، وبيتشاف في حالات الهيموريدج، وبيتشاف في حالات البون مارو فيلير. وطبعا قيمة الهيموجلوبين في صورة الدم الكاملة تعتبر هي أسهل طريقة تقول إن الشخص اللي قدامي عنده أنيميا لما بنلاقي قيمة الهيموجلوبين أقل من الطبيعي. رابع قيمة في صورة الدم الكاملة أو تحليل السي بي سي وهي قيمة الهيماتوكريت، وهي معناها نسبة حجم خلايا ريد بلاد سيلز بالنسبة لحجم الدم الكلي. يعني بالبلدي أنا عايزة أشوف ريد بلاد سيلز خلايا الدم الحمراء بتمثل كام في الدم كله.
وهنا انا بحسبها من معادلة حسابية قايمة على ال MCV و Red Blood Cell Count القيم بتاعتهم. بس انت مش بتعمل الحسابات دي، هو الجهاز بيطلع لك القيم على طول. يعني مثلا من الصورة دي شاملة ان التوتال هاي شاملة الجزء بتاع البلازما والجزء بتاع الريد بلاد سيلز. الدم كله بيعتبر مكون من الجزء بتاع البلازما والجزء بتاع الريد بلاد سيلز اللي هو بيتعبر عنه بالتوتال هاي. اما الجزء اللي هو الاحمر بس اللي هو اسمه ريد بلاد سيلز، ده اللي انا عايزة اشوف النسبة بتاعته بالنسبة للتوتال هاي. ده اللي بيسموه هيماتوكريت، وبتظهر كنسبة مئوية في التحليل. المستوى الطبيعي للهيماتوكريت عند الميل بيكون من 40% ل 52%. أما المستوى الطبيعي اللي هو عند الفيميل بتبدأ من 37% ل 47%. القيمة لو كانت أعلى من الطبيعي والقيمة لو كانت أقل من الطبيعي بتكون نفس الدلالات المرضية في حالة قيمة الهيموجلوبين. الهيماتوكريت بيسموها باكد سيل فوليوم BCV، عشان برضو لو لقيت الاسم ده تكون عارف ان هي بتدل على الهيماتوكريت. وكمان انت لو عايز تتأكد من شغلك او من شغل جهاز CBC، دخل العينة بتاعة CBC بعد ما تخلص شغل جهاز السنترفيوج لمدة 3 دقايق، وشوف النسبة بتاعة مكان اللي لونه احمر او الراسب الاحمر اللي هو الريد بلاد سيل بالنسبة للتوتال هاي بعينك، وشوفها بتمثل النسبة المئوية اللي طلعت ولا لا. احنا محتاجين نشوف الخصائص بتاعة الريد بلاد سيل او شكل ومواصفات الريد بلاد سيل نفسها عاملة ازاي. ده بيبان في حاجة اسمها ريد بلاد سيل انديسيز. يعني مثلا انا لو عايز اشوف حجم الريد بلاد سيل عامل ازاي بشوف قيمة ال MCV. طب انا لو عايز اشوف كمية الهيموجلوبين بشوف قيمة ال MCH. طب انا لو عايز اشوف قيمة الهيموجلوبين أو تركيز الهيموجلوبين في كمية معينة من الدم بشوف قيمة ال MCHC. طب أنا لو عايز أشوف مدى التنوع أو الاختلاف في الأحجام بتاعة الريد بلاد سيل عن بعضها بشوف قيمة ال RDW، وبشوف النسب بتاعتهم أعلى من الطبيعي ولا في الطبيعي. أول حاجة معانا اسمها مين سيل فوليوم MCV. دي معناها متوسط حجم خلايا الدم الحمراء red blood cells، وهنا بيتم حسابها من معادلة حسابية قايمة على قيم الهيماتوكريت والريد بلاد سيل كاونت. المفروض الجهاز هو اللي بيحسبها وبيطلعها لي في الريبورت النهائي بتاع CBC، وبتظهر في وحدة قياس فيمتوليتر أو بتظهر في وحدة قياس كيوبيك مايكروميتر. بس انا لو عايزه احسبها، هي المعادله الحسابيه بتاعتها بتساوي الباكد سيل فوليوم اللي هي قيمه الهيماتوكريت على ريد سيل كاونت بير لتر. بنخلي بالنا من وحده القياس لان احنا لما اتكلمنا في ريد سيل كاونت ما كانتش بير لتر. وبعد كده بتضرب القيمه في 10 أس 15 علشان تحولها لفيمتو لتر. المستوى الطبيعي لها في الميل أو في الفيميل الاتنين بنفس القيمة بيكون من 80 فيمتوليتر ل 98 فيمتوليتر. الخلية لو كانت في الحجم الطبيعي بتاعها اللي هي ال MCV في النورمال رينج، بيسموا هنا الخلية دي نورموسايتيك ريد بلاد سيل. طيب ال MCV لو طلعت أعلى من الطبيعي بيسموها ماكروسايتيك ريد بلاد سيل، يعني حجم الخلية أكبر من الحجم الطبيعي. ده بيتشاف في بعض أنواع الأنيميا زي الميجالوبلاستيك أنيميا. والقيمة لو طلعت أقل من الطبيعي يعني معناه إن الريد بلاد سيل حجمها أقل أو أصغر من الحجم الطبيعي بتاعها، بيسموها مايكروسايتيك ريد بلاد سيل. ودي بتتشاف في بعض أنواع الأنيميا برضو زي الثلاسيميا أو الأيرن ديفيشنسي أنيميا. وكمان برضو بتتشاف في حالة الليد بايزنج أو التسمم بعنصر الرصاص. سادس قيمة معانا هي المين سيل هيموجلوبين MCH، وهي متوسط كمية الهيموجلوبين في خلية الدم الحمراء الواحدة. هنا أنا بشوف كمية الهيموجلوبين في خلية واحدة من ريد بلاد سيل، وانا هنا يا اما احسبها بمعادله حسابيه مبنيه على قيم الهيموجلوبين وريد بلاد سيل كاونت، او طبيعي ان الجهاز بيحسبها لي وبيطلعها لي في الشكل النهائي بتاع الريبورت.
وبتظهر في وحدة قياس بيكو جرام بير سيل. المعادلة الحسابية بتاعتها إن هي بتساوي الهيموجلوبين بس بوحدة قياس جرام بير لتر، عشان احنا برضو لما جينا نقيم هيموجلوبين كان الوحدة القياس بتاعته مش جرام بير لتر، فبنخلي بالنا من وحدات القياس. على ريد سيل كاونت بير ملي لتر برضو بنخلي بالنا من وحدات القياس. المستوى الطبيعي لها في الميل أو الفيميل الاتنين بنفس النورمال رينج، بيكون من 27 ل 33 بيكو جرام، والقيمة لو طلعت أعلى من الطبيعي بتتشاف في حالات الماكروسايتيك أنيميا، والقيمة لو طلعت أقل من الطبيعي بتتشاف في حالات المايكروسايتيك أنيميا. سابع حاجة بتكون المين سيل هيموجلوبين كونسنتريشن MCHC. دي بيكون معناها متوسط تركيز الهيموجلوبين بالجرام في كمية معينة من الدم ديسيليتر. هنا بقى بتكون مختلفة عن قيمة ال MCH، باعتبار ان دي بتقيم لي تركيز الهيموجلوبين في كمية معينة من الدم اللي هي بتقدر بالديسيليتر. هناك في قيمة ال MCH معناها ان انا بقيم كمية الهيموجلوبين في خلية واحدة من ريد بلاد سيل. هنا في قيمة ال MCHC أنا بقيم تركيز الهيموجلوبين في كمية معينة من الدم، معرفش عدد الخلايا في الكمية معينة من الدم ده قد إيه. علشان كده لو أنا عملت معادلة حسابية عشان أحسب قيمة ال MCHC بحسبها من قيمة الهيموجلوبين والهيماتوكريت، وبتظهر في وحدة قياس جرام بر ديسيليتر. ولو انا عايزه احسبها بتتحسب بالهيموجلوبين بالجرام على الهيماتوكريت في 100. المستوى الطبيعي لها سواء ميل او فيميل بيكون من 31 جرام بر ديسيليتر ل 35 جرام بر ديسيليتر. المستوى الطبيعي لخلايا الدم الحمراء لو كان عندهم ال MCHC طبيعي بيتقال على خلايا الدم الحمراء في اللحظة دي إن هي اسمها نورموكروميك ريد بلاد سيل. أما لو كانت القيمة بتاعة ال MCHC أقل من الطبيعي فريد بلاد سيل هنا بيتقال عليها هايبوكروميك ريد بلاد سيل. مفيش حاجة عندي اسمها هايبر كروميك ريد بلاد سيل، لأن ده معناه إن الدم فيه كمية أعلى من الطبيعي من الهيموجلوبين. طيب دلوقتي لو القيمة أقل من الطبيعي من ال MCHC ده بيتشاف في حالات زي ال Iron Deficiency Anemia، وبيتشاف في حالات زي الريتيكلوسايتوزيس. وأما القيمة لو كانت أعلى من الطبيعي وده نادر شوية، ده بيتشاف في حالة ريد بلاد سيل مورفولوجي abnormalities، زي إن يكون في الدم حاجة اسمها سفيروسايتوزيس، أو إن يكون في هيموجلوبينوباسيس، الأمراض المتعلقة بالبروتين بتاع الهيموجلوبين نفسه. وطبعا الحاجات دي أنا مش هعرفها إلا بفيلم الدم، فعشان كده انا لو لقيت في صورة الدم طالع لي قيمة ال MCHC اعلى من الطبيعي انا لازم طبعا اعمل فيلم دم عشان اتأكد من شغلي، يا اما هيتقال ان التقرير ده عك وشغل غلط. آخر قيمة في Red Blood Cell Indices وهي قيمة Red Cell Distribution Weights RDW. دي اللي بتقيم لي درجة التنوع في حجم خلايا الدم الحمراء اللي موجودة في الدم عند المريض. يعني هي بالبلدي كده بتقولك هل خلايا الدم الحمراء الحجم بتاعها اللي موجود في دم المريض قد بعضه، أو في تنوع فيه شوية صغيرين وشوية أكبر من الطبيعي وشوية قد بعض والكلام ده كله. والتنوع في حجم خلايا الدم الحمراء ده بيسمى مصطلح طبي اسمه انسوسايتوزيس، وبتظهر كنسبة مئوية. والمستوى الطبيعي لها سواء ميل أو فيميل بيكون من 11.5% ل 14.5%. القيمة لو كانت أعلى من الطبيعي بيكون في حالات زي الأيرون ديفيشنسي أنيميا والإيديوباثيك سيدروبلاستيك أنيميا، وممكن يكون بسبب كيموثيرابي البيشنت بياخده. القيمة لو كانت طبيعية أو أقل من الطبيعي بتظهر في حالات الثلاسيميا، أو في حالة البلاد لوز، أو في حالة إن يكون البيشنت عنده enzyme defect زي مثلا الجلوكوز 6 فوسفوديهايدروجينيز deficiency.
وكده يبقى احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا في الجزء بتاع ريد بلاد سيل في جزء السي بي سي. فاضل الجزء الأخير بتاع البليتلت، وإن شاء الله هنتكلم عنه في بارت جديد. لو انت مش مشترك معانا هتلاقينا على الفيسبوك باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه، وعلى انستجرام باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه، واحنا هنا طبعا على اليوتيوب، وما تنساش تعمل لايك وشير.